حادق وحلو للفطار في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هيبدأ النهاردة إن شاء الله أول حلقاتنا. هنعمل وجبة للفطار سهلة وسريعة، مش هتقعدي في المطبخ كتير، وكمان هنعمل طبق حلو أوعدك إن شاء الله هينجح معاكي من أول مرة. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. أول وصفات الحادق بتاعنا النهاردة هو طبق مكرونة بالبشاميل بالفراخ والسبانخ. طبعا احنا عارفين ان السبانخ ولادنا مش بياكلوها كتير وهي مفيدة جدا، فلازم ندخلها لهم في الوجبات بتاعتنا. معانا المقادير النهارده 300 جرام مكرونه مسلوقه عادي جدا اي شكل. معانا 200 جرام سبانخ متفرزه او طازه. معانا ربع كيلو فراخ بانيه، صدور فراخ او وراك براحتك خالص، وهنقطعها قطع صغيره. معانا بصلايه متوسطه ومعلقتين توم مفروم. والتوابل بتاعتنا سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا. معانا بقى لطبقه البشاميل معانا طبعا اللبن، ومعانا معلقتين دقيق، وهناخد معاهم معلقه زبده. يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. اول حاجه جبنا طاسه على النار، وهنبدا ننزل معانا بماده دهنيه، زيت سمنه زبده براحتك خالص. نحط بعد كده البصل. اول ما يبدا يعني يدبل كده شويه وتطلع ريحته